نزع عمامته السوداء ورمى ببندقيته الروسية الثقيلة ونزع بزته العسكرية وفك أحزمة الرصاص التي تحيط برقبته وأزال الأوشام السوداء من وجهه، ثم جلس يشرب الشاي بعد أن هدأت نفسه. فرفعت أصوات الزغاريد في مخيماتهم، وقالت النساء: لقد نجا جيش المغرب من غضب زعيمنا. وخطط أفضل مهندس حروب عصابات في التاريخ بفضل تدخل الشاعرة أنانا لبات رشيد. ونشرت صفحاتهم أنهم حققوا نصرا كبيرا بعد إقناع قائدهم، وهو في قمة غضبه بعدم تنفيذ وعد كان قد قطعه أمام الرئيس الجزائري وقائد الجيش عندما زاره في مستشفى عين النعجة، حين قال: من هنا للميدان، غير أن كلمة الفصل كانت لحمامة السلام.